كنيسة مريم المغيثة في حارة الروم بحي الغورية بالقاهرة. أنشئت كنيسة العذراء مريم المغيثة وتحديدا في القرن السادس الميلادي، وتعتبر الكنيسة المقر الخامس للكرسي البابوي، ولقبت بالمغيثة لأنها تنجي وتغيث. فإلى مصر جاءت السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليهما السلام طلبا للأمن، وعلى أرض مصر كانت رحلة العائلة المقدسة، الرحلة المقدسة للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح، فبوركت أرض المحروسة برحلة العائلة المقدسة. إنها انشئت في القرن السادس الميلادي، وكانت المقر الخامس للبطريركية. الكنيسة هنا فيها طبعا 3 هياكل. الهيكل الأوسط باسم أمنا العذراء المغيثة، والهيكل اللي قدامنا ده برؤساء الملائكة، والهيكل القبلي اللي يعتبر بهيكل باسم الشهيدة مارينا. داخل أركان الكنيسة التي بنيت على الطراز البيزنطي المميز بأشكال القباب، توجد العديد من المزارات التي يحرص الزائر على رؤيتها. هذا البئر الذي شربت منه العائلة المقدسة، السيدة مريم العذراء والسيد المسيح، ومعهما القديس يوسف النجار. المؤرخ أبو المكارم عند وصفه للكنائس والأديرة بمصر ذكر أن السيدة مريم العذراء جلست عند البئر وشربت منه هي والسيد المسيح والقديس يوسف النجار. العائلة المقدسة هنا جت وقعدت على البير لمدة ما يقرب من يوم، جلست على البير وشربت منه، وفيها بعض أواني موجودة قديمة قوي ترجع للقرن ال17، من جمانات كانت بتستخدم في الميرون وعصر الزبيب، حاجات وبعض الضفوف القديمة. كان برضو في القرن يمكن ما بين ال15 وال17، وبعض الشرعي برضو والشمعدانات كلها نحاس أو متهيألي فضة. تحتوي أيضا الكنيسة على الكف الأيمن للقديسة مارينا التي استشهدت في القرن الثاني الميلادي، والكف محفوظ داخل أنبوب من الفضة، ويتم الاحتفال به لمدة أسبوع مرتين في العام، حيث يتم عرض الكف للزائرين في ذكرى استشهاد القديسة مارينا يوم 30 من يوليو، وذكرى تكريس كنيستها يوم 2 من ديسمبر من كل عام. في مكان للمذبح دفنين فيه أجساد الشهداء، لأن كانت الكنيسة هنا عصرة استشهاد، وعصور الاستشهاد كانت طبعا زي ما احنا كلنا عارفين كان في ناس بتروح كتير من أجل الإيمان. لقينا طبعا أثناء الحفر الأثري وجدنا في أجساد قديسين مش معلنة، مش معروف أساميهم، لقينا أجساد كاملة من أولاد وشباب ورجال، ويعني حاجات كتيرة، يعني ناس كبيرة وناس صغيرة. حطيناهم كلهم تحت المذبح وبنينا مذبح في الوسط. يعني في بقى حوالينه بقى صور القديسين بنستخدم فيه شموع عشان برضو بعدنا عن الأثر، عشان لو يحصل لا قدر الله أي حاجة يبقى هي على الرخام، ما يحصلش أي تفاعل مع خشب أو حاجة. كما تحتوي حوائط الكنيسة على العديد من الأيقونات، وهي لوحات خشبية أو زجاجية أو فسيفساء تحمل رسائل تعليمية وتثقيفية، لوحات تحتوي على صور للقديسين أو لموضوعات دينية مهمة أو أحداث مرت على تاريخ المسيحية وأثرت في مجريات الأحداث. أيقونات كانت بمثابة الباب لزوار الكنيسة لمعرفة ما وراءها من قصة تحمل عبرة وعظة. أيقونات تتكلم بعدة ألسن للأمي والمتعلم، تصل بيسر وسهولة إلى عين وقلب وروح الناظر إليها. وتكون زيارة مذبح الكنيسة وإيقاد الشموع
هو مسك الختام في زيارة روحية محببة إلى النفس لكنيسة مريم المغيثة، كنيسة العذراء مريم المغيثة، بما تحتويه أركانها من روحانيات تجتذب إليها الزائر للصلاة والتبرك.